السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم اليوم جيت بهاد الطويجين هكا، تقدروا ديروه ان شاء الله للسحور، طاجين ديال الحوت. هانتوما معايا ان شاء الله وتشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. نبداو بالصلاه والسلام على اشرف المرسلين. هنا عندنا هاد الطريفات ديال الحوت، هاد الحوت الابيض، هاد الطريفات الحوت تنقولوا لهم بالخادم هكا. قال لي صراحه مول الحوت فاش شريته. هنا عندي مطيشه دواور، وعندي البصله حتى هي درتها دواور، البطاطا حتى هي دواور، وعندي مطيشه محكوكه، وهنايا عندي شرموله دقه فيها شويه الثومه والقزبر ومعدنوس مع الملحه، دقيتهم مزيان على هذا الشكل. عندي هنا شويه الحامض، واحد نص حامضه هكا معصره، شويه الملح باش نشوف الذوق كي داير وصافي. هنا في العطريه عندي تحميره، وعندي شويه الكمون وشويه سكينجبير وشويه البزار والخرقوم. بسم الله. هنايا عندنا هذا الاناء درت فيه داك نص حامضه كما قلت لكم. غنديروا شويه من ديك شرموله اللي دقينا، وغنديروا شويه من التبزيره من العطريه. كل حاجه غندير منها شويه شويه. هذه غادي نشرمل بها الحوت ديالنا على هذا الشكل. غادي نحركو مزيان صافي. الشرموله راه فيها شويه الملحه، دقيتها بالملحه داكشي باش ما درتش الملحه صافي. غادي نشرملو داك الحوت مزيان. على فكره هذا الحوت بنين الصراحه وجزبون صافي. غنشرملوه معنا هكا، وغادي نخليوه يشرب شويه الشرموله ديالو صافي. هنايا جبنا الطاجين ديالنا فين غنصايبوه. هنايا ديك الشرموله اللي بقات لي درتها في الطاجين صافي، وغنزيدو شويه ديال المطيشه ديال اللي حكينا اللي طحنا. غادي نحركو مزيان العناصر على هذا الشكل صافي. وغادي نفرشوا ديك التفريشه من التحتيه الاولى. غنديروا البصله ديالنا على هذا الشكل صافي، تنقادوها مزيان. دابا غادي ناخذ نيت داك التبصيل فين خلطنا كلشي. غنحطوا ديك المطيشه اللي بقات والشرموله اللي بقات حتى هي والعطريه كاع كلها اللي عندنا، باش غادي نصيبوا فيها الخضره ديالنا اللي بقات صافي. غادي نحركو مزيان. هنا زدت واحد شويه ديال الماء، غير واحد شويه، غير باش تطلق لنا شرموله مزيان صافي على هذا الشكل. دابا غادي نجيبو دوك الدويورات ديال المطيشه ديالنا، غادي نبداو نمردوها تما ونبقاو نستفوها هكا في الطاجين ديالنا وحده حدا وحده. وحنا غاديين هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه على ود البطاطا. راكم عارفين انها كتشرب شويه د الملحه وتتبغي الملحه صافي. حركت مزيان وغادي نبقى نشرمل ديك البطاطا ديالنا كلها طريف بطريف، وغادي نبدا نستفها على هذا الشكل فوق مطيشه. وحنا غاديين صافي. هنايا انا ساليت كلشي. ديك المطيشه اللي كانت بقات هي الاخرى زدتها فوق البطاطا. جبت دوك الطريفات ديالي ديال الحوت على هذا الشكل وحطيتهم فوق الطاجين. هذه راه واحد الحاره ضروري من شويه ديال الحار، وتنزوقوه هكا بشويه الحامض. هادنا هنايا عندي واحد نص كاس صغير ديال الزيت، الا كانت زيت البلديه روميه ماشي مشكل، لان تجي زوينه البلديه حتى هي صافي. غادي نخويوه على هذا الشكل وغادي نديوه يطيب فوق البوطه. هانتوما هو راه بدا تيغلى معايا شويه. هنايا ديك المريقه ضروري نبداو نسقيو بها داك الحوت باش يشرب المرقه ديال الطاجين كلها على هذا الشكل، يشرب الشرموله ديالو وكلشي صافي. وتنخليوه حتى تيطيب معنا وتيجي على هذا الشكل. ما شهيتكم فيه هو راه باقي سخون. تنتمنى ان شاء الله تجربوه. ما تنساونيش ان شاء الله من اللايكات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.